السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة مطبخ أم فرح. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم ألذ واروع كيك بالتفاح، ممكن تذوقوه بنكهه جديده وبخليط اللي كيكون مغاير على اللي موالفين كنديرو. كيجي زوين بزاف ومكوناته جد بساط ومذاقه خطير بزاف البنات، كيجي هائل بواحد الخلطه العجيبه اللي كتطلق لنا فيه واحد النسمه زوينه بزاف بزاف. فكنتمنى تتبعوا معايا الفيديو الاخير وما تبخلوش عليا دائما بلايكاتكم وتعاليقكم اللي كتفرحني وكتشجعني. واللي مازال ما اشتركت في قناتي كنقول لك اختي اشتركي ومرحبا والف مرحبا. فنصليو على نبينا عاد نبدا معكم الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله على بركة الله. هنا عندي واحد جوج حبات ديال البيض اللي كيكونوا بحرارة ديال المطبخ، وكاس ديال العنبة ديال السكر سنيده، وساشي ديال الفاني. غادي نطرب المكونات ديالي جيدا كيف عرفتوا حتى كان يتجانسوا حتى كيتبدل اللون ديال البيض وكتذوب ديك سنيده. كنزيد واحد القبيصه ديال الملح وكنبدا نطرب مزيان مزيان الخليط ديالنا حتى كيتجانس، وكنحصلوا على خليط على هذا القوام. هنا غنزيد نص كاس ديال زيت المائده، غادي نزيدها بالتدريج ونخلط. وهنا عندي واحد الياغورت بنكهه الفانيلا اللي كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. يمكن لكم تعوضوه بالحليب الا ما كانش متوفر عندكم. صافي هنا من بعد ما خلطت الخليط ديالي غادي نزيد الدقيق. هنا عندي واحد الكاس ديال العنبه ديال الدقيق اللي غادي نغربلو، وغادي نضيف معاه جوج ديال لي ساشي ديال خميره الحلويات من وزن 8 غرام. غادي نخلط مزيان مزيان وغادي نزيد الكاس الثاني. هنا الخليط ديالي خدا ليا جوج كيسان ديال العنبه. المهم راه الدقيق دائما كيبقى على حسب الخليط، يمكن لي ياخذ لك جوج كيسان ولا حتى 3 الكيسان. من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان مزيان زدت واحد المعلقه كبيره ديال الخل، وهنا كاضافه زدت واحد جوج معالق كبار ديال الزبيب او العنب المجفف اللي رطبته من قبل في الماء اللي كيكون سخون. راه كيجي زوين بزاف البنات في الكيك ديالنا، كيتواتى مع الكيك ديال التفاح كيجي رائع. هنا زدت عاوتاني واحد شويه ديال الشكلاط مربع قطعته هكا مربعات. هادو غير كاضافات الا كانوا متوفرين عندكم ديروهم، ما كانوش بلاش. راه كيجيو زوينين بزاف البنات في الكيك ديالنا، كيعطيو واحد البنه زوينه. صافي هنايا من بعد ما خلطت الخليط ديالي كيف شفتوا معايا، هنا خديت واحد المول اللي درت ليه ورق ديال الطهي باش ما يلصقش ليا، ودهنته هكا بالزبده. وغادي ناخذ واحد الكاس اللي غادي نديرو هكا في الوسط، هو دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق كيف شفتوا معايا في الفيديو، ودرتو هكا في الوسط. حتى نتوما البنات اللي عندكم داك المول اللي مثقوب اللي فيه ديك الثقبه هكا الوسط ديروه. انا ما كانش متوفر عندي ودرت هكا، درتها بالطريقه هذه كتصدق مزيانه. صافي هنا كي شفتوا معايا عندي جوج تفاحات اللي قطعتهم هكا لي طرونش طوالين اللي كيكونوا غلاضين شويه باش ما كيهبطوش في الكيك. صافي كنحاول نزينهم هكا، نحطهم فوق الكيك ديالي كيف شفتوا معايا. وهنا البنات بالنسبه للكاس حاولوا ديروا الكاس اللي كيستحمل لكم الحراره باش ما يتهرش لكم. وهنا البنات هذه هي الخلطه اللي قلت لكم اللي كتعطينا واحد البنه زوينه بزاف في هذه الكيكه، اللي هي القرفه خلطتها مع السكر سنيده وواحد شويه ديال الفاني، السكر ديال الفاني والسكر سنيده وشويه ديال القرفه، خلطتهم مع بعض وغادي نرشهم هكا فوق الكيك ديالنا فوق التفاح. كتطلق البنات ديك القرفه واحد النسمه زوينه بزاف في هذا الكيك. كنتمنى تجربوها بالطريقه هذه غادي تعجبكم بزاف بزاف. صافي هنايا غادي ندخل الكيك ديالي يطيب على خاطرو على فران اللي كيكون بارد، ونار اللي كتكون متوسطه حتى كيطيب على خاطرو. وكل وحده كيفاش كطيب الكيك ديالها، كل وحده والفران ديالها. راه البنات الطريقه ديال الطياب راه كل وحده كيفاش كطيب. انا كندخل الكيك ديالي الفران بارد وكيصدق ليا، وانتيا تقدري كتدخليه الفران اللي كيكون سخون، وكل وحده كيفاش كدير. ايوا صافي البنات هنا من بعد ما طاب ليا الكيك ديالي هانتوما الداخل ديالو ما شاء الله كيف كيجي مفشفش وغزال، واحد الريحه ديال ديك القرفه اللي طالعه منه راه يا سلام. عرفتي كتجي زوينه بزاف البنات. كتمنى ان شاء الله تجربوها. وبالنسبه للتزيين هنا غير دهنتها بالمربى ورشيت عليها الكوك ودرت عليها دوك الحبيبات ديال الشوكولات غير اختياريين وصافي. تقدري حتى تخليها غير هكاك، راه كيجي زوين بزاف البنات. هاد الكيك تقدري ديريه للضياف ديالك جاو عندك على غفله راه دغيا كيوجد، ومكوناته جد بساطين غير بجوج حبات ديال البيض ما شاء الله راه كيجي كيك طالع وزوين بزاف.
هانتوما البنات القوام ديالو ما شاء الله، انا بعدا حمقني بالمذاق ديال القرفه اللي فيه، كيجي هائل. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والا عجبتك اختي الوصفه ديال اليوم ما تنسيش ليا ديري ليا لايك وتبارطاجيها مع اختك صاحبتك كيف العاده، وتهلاو ليا فراسكم. مع السلامه، الى فيديو جديد.